كأني بمولانا الحسين سلام الله عليه عندما قتل أصحابه جاء إليه ابنه علي الأكبر يطلب منه الإذن بالقتال. لما رآه الحسين أرخى عينيه بالدموع وأطرق برأسه حتى لا يراه الأعداء فيشمتون به. كأني بمولانا الحسين نادى بني علي إلي ضمه إلى صدره فأصبحا يبكيان. عظم الله أجوركم. كأني بالحسين عليه السلام أصبح يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز لهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد صلى الله عليه وآله. وكنا إذا اشتقنا إلى النظر إلى نبيك نظرنا إلى هذا الغلام. اللهم امنع عنهم بركات الأرض ومزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. عظم الله أجوركم فإنهم دعونا لينصرونا وعدوا علينا يقاتلوننا. صح ونادي وحسين وسيدا. ثم صاح بأعلى صوته يا عمر بن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك ولا بارك لك في أمرك وسلط عليك من يقتلك في فراشك. عظم الله أجوركم. فهم مولانا علي الأكبر أن هذه رخصة من الإمام الحسين عليه السلام فنزل في الميدان أصبح يقاتلهم قتال الأبطال وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بن أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علو تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. عظم الله أجوركم. وبينما هو كذلك إذ الحسين واقفا عند باب الخيمة ينظر إلى ابنه وليلى تنظر في وجه الحسين وتراه يتلألأ نورا وسرورا ببطولة ابنه. وبينما هو كذلك إذ تغير لون وجه الحسين. صح ونادي وحسينا 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 وحسينا. التفتت إليه ليلى سيدي ومولاي أرى لون وجهك قد تغير أحدث لعلي شيء
قال لها لا، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. قد برز إليه بكر بن غانم قال لمولاتنا ليلى ادخلي إلى الخيمة واطلب الله عز وجل وادعي لابنك، فإن دعاء الأمهات في حق أبنائهن مستجاب. طبت الخيمة الغريب 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 تبكي وعلى ابنيها مريبة، والقلب نار والقلب يسعر لهيبة، وفرعت والدمعة سجيبة. وتوسلت بالله وتوسلت لله بحبيبه، وبالحسين وش ما به مصيبه. وتوسلت لله بحبيبه، وبالحسين وش ما به مصيبه. يا راد يوسف من مغيبه، اليعقوب ومسكن حيبه. أريد أن علي سالم تجيبه، أريد أن علي سالم تجيبه. عظم الله أجوركم. رجع علي الأكبر وبعدما قتل بكر بن غانم إلى والده وهو يصيح العطش العطش يا أبا، وويلا صح ونادي وعليا، صح ونادي وسيدا. صبره الحسين عليه السلام ثم قال له ادخل إلى الخيمة أمك تنتظرك. دخل إلى الخيمة رأى أمه قد غشي عليها. جلس مولانا علي الأكبر وضع رأس ليلى في حجره كأني به صار يبكي، تتحادر دموعه على وجه أمه. لما رأته ليلى استبشرت وكأني بها تخاطب، تقول يا عقل ثياب عرسك فصلتها، تقول يا عقل ثياب عرسك فصلتها، وجني خسرت حسبات قلبي اللي حسبتها. كل الأسف زفت شبابك ما حضرت، مثلك ولد يا نور عيني ينلقى وين. قالها يا يوم حكايتك والله عجيب، قالها يا يوم حكايتك والله عجيب. ميلوق
ثياب العرس واحنا بمصيبة، ما يلوق ثياب العرس واحنا بمصيبة، عمري تقضى وكل من يفوز بنصيبه، ثياب الشهادة ما يلوق لها إلا تجفي. عظم الله أجوركم. وبينما هو يودع أمه وإذا به يسمع الحسين يقول: ألا من ناصر ينصرنا، ألا من مغيث يغيثنا. خرج من خيمة أمه متجها إلى أبيه الحسين ملبيا نداءه: لبيك يا أبا عبد الله. كأني بالحسين قال له: إلي إلي. ضمه الحسين: أويلي من تلاقى وعنده مشابق طول من هوى وعد، لاعبنا لبيا والأبو لا على ولده يا ويلي وداع لك شاه يشم حسين خده ويحبه، وويلا يشم حسين خده ويحب، ودمعه مثل دمع ابنه يصبه، ونار اللي بقلب ابنه بقلبه يخفيها على ولاده ونبتضها، يخفيها على ولاده ونبتضها، يقل والدمع بالعين دفاق، وبعبره مكسره والقلب خفى. يا ابويا ودعت الله هذا الفراق، يا ابويا شبدنا هذا المقدر. عظم الله أجوركم. نزل مولانا علي الأكبر إلى الميدان، أصبح يقاتلهم قتال الأبطال، كلما اتجه جهة قد قتل منهم مقتلة عظيمة يمنة ويسرة، حتى قتل تمام 200. وإذا بلعين من اللعناء وهو مره التميمي قال: والله لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن أباه فيه. فقال له حميد بن مسلم: ويلك، أما يكفيك الذين احتوجوه؟ قال: والله لأفعلن. وبينما علي الأكبر يفري فيهم، وإذا بمرة اللعين ضرب مولانا الأكبر على رأسه فسقط على قربوس سرج فرسه، شبك على المهر لباله يود، لباه أحسن عن القوم يحمي،
ثار المهر للقوم فاربي عظم الله أجوركم قطعوه إربا إربا هذا يضربه بالسيف وهذا يطعنه بالرمح حتى بلغت روحه التراقي صاح أبا حسين عليك مني السلام جاءه الحسين مسرعا كان به جلس عنده باكيا كان يبي يخاطبه يقول له يا بويا يا بويا يا من عدل راسك ورجليك وغمض عيونك واسبل يديك يا بويا كل سيف وصل لك قطع قلبي ولا عند حشاي سدر قطع قلبي ولا عند حشايا سدر يا بويا من قعد يمك يسمع ونينك ومن شبحت لعند الموت عينك لل20 ما وصلن سنينك وحاتفني عليك يا ابن الدهر لك شر وحاتفني عليك يا ابن الدهر لك شر عظم الله أجوركم أراد الحسين أن يحمله لم يستطع التفت إلى أهل بيته ارفعوا عليا الأكبر رفعوا عليا الأكبر وجاءوا به إلى المخيمات وكأني بليلى لما رأت عليا الأكبر مضرجا بدمائه جلست عنده تقل فقيده والله يا علي فقيده يا علي يا ابن فقيده بعيده شوفتك يا ابن بعيده والله المديده انشلت ايده المديد عليك انشلت ايده وشرابه لا هنا ولا طاب له الزاد يا علي الحين ذليت والموت ياخذني تمنيت يا عمود الوسط يا الشايل البيت يا ابني بعد عندي ايش خليت يا ابني بعد عندي ايش خليت